أتمنى أنها تفيدك بحياتك. رقم 1، قراءة سورة الكافرون قبل النوم تبرئ صاحبها من الشرك. رقم 2، قراءة سورة الإخلاص 10 مرات يوميا يبني الله قصرا في الجنة لقارئها. رقم 3، حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف تنجي صاحبها من فتنة الدجال. رقم 4، بمجرد ما تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يصبح بينك وبين الجنة إلا الموت. رقم 5، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور لصاحبها بين الجمعتين. رقم 6، قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة باليوم غفر الله لقائلها خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رقم 7، الإحسان بالوضوء ثم قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يفتح الله لقاء